هل دخلنا في مرحلة ما بعد تبون؟ قد يستغرب البعض من هذا السؤال، قال كيفاش الرئيس غاب فترة فقط وأكيد سيعود وترجع الأمور بشكل عادي. الموضوع مش هنا، الموضوع أنه غيابه أصلا شيء غير طبيعي، لأنه هو متعود يظهر ولم يظهر بأي وسيلة في هذه الفترة، فما ناش عارفين ما هي المستجدات في الفترة المقبلة. لكن الأكيد بالنسبة لمنظومة الحكم هي تعيش حالة لا يقين في هذه الأيام، وعندها سيناريوهات. أحسن سيناريو أن الرئيس سيعود بصحة عادية أو على الأقل بصحته السابقة. أكيد أن سلوك الرئاسي ونشاط الرئاسي سيخف عن الفترة السابقة، وهو أصلا كان نشاطه قليل يعني. والمجموعة الحاكمة مع تبون يفكرون بجدية أن المرحلة المقبلة لازم يكون فيها وزير أول، ربما يتحرك بشكل أكبر، لكن يبدو أن المجموعة الحاكمة كانت عارفة السيناريو هذا منذ مدة ولم تخبر الجزائريين. وربما هذا هو اللي عجل بتمرير قانون التعبئة العامة، لأنه في قانون التعبئة لما ترجعوا للمادة 5 تجدون شيئا من الغموض، لأن القضية تتحدث عن خطر داهم يوشك أن يمس مؤسسات الجمهورية، فيمكن أن يكيف بأي طريقة هذا الموضوع. تعرفوا النظام يعرف كيفاش يجتهد ويفسر الأمور، لكن هذا متوقف على المادة 8، لأنه قانون التعبئة ككل اللي راح يسمح لمن هم في السلطة الآن وخاصة لقائد الأركان بأن يسيطروا على الوضع، فسيحتاجون إلى وزير دفاع، لأن المادة 8 تتكلم على وزير دفاع وليس نائب وزير دفاع أو وزير منتدب. الآن تبون هو وزير الدفاع وقائد الأركان هو وزير منتدب. من المتوقع أو من المؤشرات إذا ما تم تعديل وزاري في الفترة المقبلة وتعيين وزير للدفاع، فمعنى ذلك أن المنظومة تحرك الخطة باء لتسير المرحلة من دون الظهور الدائم للرئيس أو من دون سيطرة الرئيس شخصيا على المشهد. هذا رأي على كل كالعادة، ونبقى نتابع الوضع ونتمنى الصحة والعافية للرئيس طبعا.